اما بقى يا جماعة عملت شوية قرص دايبين كده دوب. يلا ندخل الفيديو، نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونشوف عملتهم ازاي. طبعا انا معايا هنا 2 كيلو دقيق، ومعايا 2 كيلو دقيق، كيلو حليب يا جماعة. خلاص. معايا واحد بيكنج باودر او كيك شيف، وواحدة خميرة. الخميرة دي اختيار، عايزة تزودي تكتري على حسب الوقت بتاعك. لو انت عايزاها بسرعة حطي باكوين يعني. وورقة فانيليا. ومعايا هحط معلقتين سمسم، معلقتين سمسم كبار. لو انت هتعملي كيلو هتحطي معلقة، لو 2 كيلو هتحطي معلقتين. خلاص. انا هعمل القرص دي، هعمل منها سادة وهعمل منها محشي بالعجوة. اهم حاجة بقى الخميرة بتاعتك تكون خميرة، لو انت مش متأكدة منها بتعملها اختبار الخميرة. لكن الخميرة بتاعتي مش عندي اصلا، انا شارياها فمش مركونة عندي. طبعا باكل كيك شيف انا هاخد منه معلقة كبيرة، مش هحط الباكو كله. ده علشان يخليها معايا كده هشة، ويعني ايه مش مكتومة. طبعا نخلت الدقيق كويس برضو، عشان لو في برضو عفراية في اي حاجة ايه نشيلها كده في جنب. هنزل بالمكونات بتاعتي زي ما انا قلت لكم. انا حطيت حوالي معلقتين كبار سمسم، ونزلت بالخميرة. كل المواد الجافة كله هقلب كله يا جماعة. السمنة بتاعتي بقى، ال2 كيلو انا هستخدم لهم طبعا ده الملح. وبرضه هحط شوية سكر، علشان السكر بيساعد في التخمير اولا، وبيساعد في تحمير الوش بتاع القرص. معايا نص كيلو سمنة. السمنة بتاعتك بقى اي نوع انت بتفضليه. اللي معايا سمنة اللي هي اللي بتشتري يعني. السمنة اللي انا استخدمتها يا جماعة سمنة كريستال. انا جيت افتح الصفيحة صبعي قام متعور منها. خلاص، فمعرفتش يعني ايه، كنت بعجن كده ومش عارفة اتحكم في العجين. طبعا نص كيلو سمنة. لو انت عايزة القرص بتاعتك ناشفة قوي هتقدحي السمنة، او هتسخنيها على النار قوي، ولما تهدى وتبرد تبقي تعجني بيها. لكن انت لو انت عايزاها يعني مش ناشفه قوي. ليه بقى؟ لما تكون السمنه مقدوحه زياده عن اللزوم القرص بتاعتنا بتبقى مسمره او ناشفه، بنقول عليها احنا مسمره شويه، بتبقى ناشفه. خلاص. فبتعيش معاكي فتره اطول، لان ده غير الكماج معانا. معايا هنا سخنت السمنه يا دوبك، بس فكت معايا على النار كده وبدات دفتها كده. وحطيت عليها ربع او نص كوبايه زيت. الزيت يا جماعه عشان التحمير. نزلت بقى بالحليب. طبعا السمنة الأول بحطها، وبتنزلي تفركي كده الدقيق واحدة واحدة معاكي. أول ما السمنة تدوبيها في الدقيق وتفركي كله، تغلفي الدقيق كله بالسمنة بتاعتك، بتنزلي بالحليب. بتنزلي بالحليب برضو مش على طول الكيلو، ما تحطوش مرة واحدة. بتنزلي شوية شوية وتعجني. لو احتجتي بقى ممكن تكملي بمية. لو انت عندك، لو عوزتي وحبيتي تكملي بالحليب على نوع، على حسب نوع الدقيق بتاعك، كملي بالحليب. انا هنا حطيته يا جماعة، وفوضت كمان حوالي ربع كوباية منه كمان. يعني ايه هعجن بيها العجوة، او هسيح بيها العجوة. كملت بمية. انا يعني حطيت حوالي كوباية مية كمان. وزي ما انا قلت لكم بتحطي حوالي ربع كوبايه او نص كوبايه زيت المتوفر عندك في العجين، علشان العجين بتاعك يعني ايه الوش بتاعه يحمر بسرعه. طبعا بتنزلي تعجني فيها لحد ما العجينه بتسيب من ايدك خالص. يعني ايه العجينه بتخلص نفسها بنفسها. فكده انا عجنت العجين بتاعي، وخليت طبعا العجينه تبقى طايعه معايا، علشان يعني تبقى طريه ومهوده معايا، عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهوله. شهدي كده وقولي بسم الله، واعجني كده يا حبيبة قلبي عشان البركة تحل عليكي في الأكل بتاعك. هنسيبها بقى تتخمر، ونيجي بقى معانا هنا نجهز العجوة بتاعتنا. أنا معايا بقى نص كيلو عجوة. أنا هحط في نفس الطاسة أو الطبق اللي انت هتسيحي فيه كده مكان الزيت. حطيت حوالي معلقتين زيت كمان، علشان السمنة بتاعتي تبقى سايبة من بعضها وتدي لها لمعة. دول حوالي ربع كوباية اللي أنا قلت لكم عليهم الحليب. هنزل بيهم على العجوة، وعلى نار هادية خالص. هي مش هتاخد وقت، مش هتاخد منك حوالي 5 دقايق أو 10 دقايق. مجرد بس ما تسخن كده العجوة لوحدها هتفك معاكي وهتسيح، هتبقى معاكي زي الكريمة، هتبقى طايعة معاكي، علشان لما تحب تحطيها تفرديها في العجين ما تبقاش مكتلة معاكي. خلاص. ما حطيتلاش اي حاجه خالص. انا هضيف لها كمان معلقه سمسم. السمسم اختياري، هي اصلا العجوه بيبقى فيها سمسم. انا هنا بوريكم ان العجوه معايا طايعه وبقت خلاص طريه. طفيت عليها النار، وهضيف كمان حبه سمسم ليها، وهقلبهم في بعض. وحابه انت بقى تحطي
معلقه سمنه بلدي حطي. عايزه تلغي ما تحطيش خالص، انت حر. انا هنا حطيت معلقه سمنه بلدي برضو علشان تطعم العجوه معايا، ويبقى القرص واخده في قلبها من جوه او الطعم بتاعها، يعني فيه ريحه سمنه بلدي. طبعا السمنه غاليه، سمنه البلد غاليه، لو مش متوفر عندك بلاش منها، ما تحطيش. المهم هقلبها في بعضها كده. هاجي بقى الفرد بتاعها بعد ما العجينه بتاعتي خمرت وشبعت معايا خمر. بتفرديها كده بالنشابه بقى او بالعجله او باي حاجه. طبعا انا هعملها متقطعه، انا هعملها بكذا تقطيعه وهوريلكوا كذا تقطيعه للقرص او كذا شكل للقرص. الطبليه بتاعتي بعافيه شويه يا جماعه، يعني ما تاخدوش بالكم فيها. هنا بقى ايه، هنا انا اوريلكوا السمك بتاعها بيبقى حوالي، يعني بتبقى تخينه شويه. ليه؟ لان القرص دي بتبقى متلدنه في الفرن، بتمسكيها تلدنيها في الفرن علشان تبقى مستوية، غير الكماج او البكاكين. الكماج بيبقى على نار مثلا متوسطة وبيبقى تخين، فمش محتاج ان هو يتلدن لانه اصلا بطبيعته بيبقى طري. لكن القرص ديت انت هتعمليها على نار هادية، او يعني ما بين المتوسطة والهادية، درجة حرارة 160 تقريبا. في الرف لو انت هتعملها في البوتاجاز، الرف الوسطاني. خلاص انا هنا كده بظبطها، فردتها وظبطتها، وبعملها يعني ايه معايا قطاعه. القطاعه ديت يا جماعه هعملها كده مربعات او مثلثات، الاشكال اللي انت عاوزاها. بتجيبي بقى الصاجه بتاع الفرن او الصينيه، والعجين اللي انا حشلته ده كده يا جماعه هرجعه تاني، يعني مش هرميه، هسيبه تاني يرتاح تاني وهخبزه تاني، لان القرص زي ما احنا قلنا، احنا القرص دلوقتي بتتكلف. فبترصيها بقى كده في الصاجه. مش مهم حتى تدهين الصاجه زيت، لان هي اصلا هي هتحمر لوحدها. انا ما دهنتش الصاجه بتاعتي للامانه، ما دهنتها زيت. وهحطها في الفرن. خلاص هرص الصاجه كلها كده وهملاها. وهعمل برضو التقطعات التانية زي ما انا قلت لكم. التقطيعه دي انا عاملاها كده، انا بدات بالساده الاول، لان الساده ما بتاخدش معايا وقت. فانا كنت كده حميت الفرن، برضو مهديه الفرن خالص، سبته كده يحمى على ما الصاجه دي اخلصها وترتاح شويه. وبعدين هدخل على طول بقى الفرن. يعني مجرد تقعد لها 5 دقايق كده، 10 دقايق، القرص دي يا جماعه ترتاح. تبدا برضو عشان ايه لما تدخليها الفرن، انا طبعا حط لها البيكنج باودر، فالبيكنج باودر هيساعد في الانتفاخ بتاعها. المهم ما اطولش عليكم. هنا كده هفرد التانية دي بقى يا جماعه، انا هعملها لكم رول محشي عجو. فالصاجة عادي كلهم مع بعض هدخلهم كلهم، لان انتي يعني اللي بيحمر بشيله وبحط مكانه. خلاص هنا هفردها. طريقة الرول ازاي بقى؟ دي بقى مش هتبقى تخينة، يعني لما بتيجي تفرديها، اللي انا عملتها السادة كانت حوالي واخدة نص السمك بتاعها، نص سنتي. اللي هتتحشى عجوة دي، لان انا هلفها رول، فهتبقى طبقات فوق بعضها، دي بترققيها قوي. يعني على قد ما بتقدري بترققيها كده بالنشابة او بالعجلة، بتفردها خالص كده. لان زي ما انا قلت انا هفردها الرول، فهتبقى طبقات، فعشان ما تبقاش تخينه معايا وما تاخدش وقت كتير في التسويه. هنا معانا العجوه اهي. بعد ما فردتها، حط بقى الكميه اللي انت عاوزاها كده، هتيجي على النص بتاعها. النص اللي قدامك كده تحطي تفردي العجوه. خلاص. وبعدين بعد ما تفردي العجوه، هتجيبي الطرف بتاعها هتطبقيه، وبايدك كده هتعمليها رول. هي هتلاقيها بتتلف معاكي لان العجينه طايعه. وكل ما تعملي افرديها بايدك، يعني ما تسيبهاش برضو مكتله فوق بعضها. تفرديها، تلمي بايدك وتلفيها زي ما انا عملتها كده قدامكم. خلاص. هنا برضو بتقطعيها بقى الاحجام اللي انت عايزاها. هنا عملت طبقات معايا اهي، انا بوريها لكم. عملت طبقات معايا. بتخلي بقى القفله بتاعه القرص لتحت، يعني القفله بتاعه العجينه بتسيبيها لتحت. طبعا هي مش هتاخد اي تسويه، زي ما انا قلت لك بترققيها خالص، غير التانية. انا هعمل لكم بقى الشكل تاني، اللي هي القرص اللي هي المدوره، زي اللي بتتباع في الفرن بالظبط. بتعمليها ازاي بقى؟ يعني بكور كده، كوريها كده صغيره خالص، لان انا هحط برضو العجوه بتفتحها من النص، وبتكوري يعني العجوه دي بتعمليها كوره صغيره خالص، وبتحطيها بتحشيها زي الفكره بتاعت الكحك او قرص محشيه. خلاص بتقفلي بقى كده، بقفل بايدي، وبخلي برضو القفله لتحت، وهخبزها هفردها، بس ما تفرديهاش قوي، علشان هي هتقوم ما تتقطعش مني. في حال بقى لو اتقطعت منك، ممكن يعني ايه
تحاولي تقفليها كده بايدك. خلاص، هنعمل كله كده بنفس الطريقة. انا بحاول اعمل لكم يعني تقطيعات، يعني ايه، اشكال كتير. هي هنا فتحت معايا، مش مشكلة، هي مش هتفتح اكتر من كده. طبعا انا هعمل لها برضو ايه، يعني شرطتين كده بالسكينة زي اللي بتيجي جاهزة من الفراغ. العجوة زي ما انا قلت طايعة معايا وحلوة. ليه بقى؟ لان انا زي ما قلت عملتها قدامكم باللبن او الحليب وشوية الزيت، ما مسكتش في بعضها. هنا بقى بشقها كده، اديلها يعني ايه، فتحتين كده زي اللي بتتباع في الفرن. مش عايزة تعملي الفتحتين دول، مش مهم. خلاص، هعمل بقى هرص الصاجة زي ما انا قلت. طبعا ده خد معايا وقت، فاللي اتخبز الاول، يعني كل ما بتخبزي بتسيبي بيريح. انا هنا شغلت الفرن، فهزقها لكم بقى، يعني هدخلها الفرن وهوريلكم شكلها بعد ما تطلع. هكمل بقى العجينة اللي معايا، وهعمل برضو اشكال تانية. طبعا انا عملت هنا المحشي، هعمل بقى زيها السادة. والدتي الله يرحمها يا رب كانت بتعملها لنا سادة. فكان الاول كان فيه اللي هو اسمه ايه، بسموه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، المنقاش. كان في منقاش كده خشب، كانوا بينقشوا بيه القرص. فالوقتي يعني ما عادش الفكره بتاعت المنقاش الخشب ديت الاول. فالوقتي هعملها لكم بالشوكه، نفس الفكره بالظبط. دي برضو هعملها معاكم رول، بس انا هحط فوقها سمسم، يعني زي اللي بتتباع في الفرن بالظبط. بيرشوا عليها سمسم كده على وشك، تيجي تاخدي القطع من دول بتلاقي على وشها سمسم. انا فردتها هنا معايا ولفتها، هاجي بقى بوشها كده علشان السمسم يلزق معايا على الوش بتاعها. فهدهنها دهنة حليب بسيطة. الحليب هيخليها يا جماعة، يخلي السمسم يمسك فيها. لو انت حطيت السمسم بس كده مش هيمسك، هيقع منك. لكن الحليب هيخلي السمسم يلزق فيها. لو حطيت زيت مش هيلزق برضه. عايزه تحطي حليب، مفيش حليب حطي ميه عادي، دهنه خفيفه كده بالفرش. بس انا حطيت حليب هنا كده يا جماعه. السمسم انا بوريلكم اللي هو مسك معايا ولزق معايا، وما شاء الله هي عامله طبقات بالظبط. فانا هسيبها كده، هركنها في جنب. لما تخمر هخلص الكميه معانا. هنا بقى الفرن بدأ، القرص في الفرن بدأت تتنفخ معايا اهي، لان يعني هي واخده التخمير بتاعها وشبعانه تخمير. انا هعمل برضو معاكم ده اخر، يعني اوريلكم الشكل الاخير. دي اشكال كتيره يا جماعه للي حابه تعمل القرص. انا وريتكم اشكال كتيره ممكن تعمليها ازاي. دي مدوره عاديه كده، وبعملها معاكم بالشوكه. دي القرص اللي احنا اتربينا عليها. بس يا جماعه سهله وبسيطه خالص. ده الفيديو بتاع النهارده. القرص معايا اهي، التحمير بتاعها بقى ما شاء الله. القرص اللي انا عاملاها طبقات، ودي القرص اللي هي المثلثات. انا عملت يعتبر جميع الاشكال كده اللي وريتها لكم. ف ده فيديو النهارده يا جماعه. اتمنى النهارده الفيديو بتاعنا يكون سهل وخفيف عليكم، واتمنى يا جماعه ان انتوا تدعمونا والفيديو بتاعنا يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.